أنا يوستينا مدحت، مدربة تطريز. بدأت من 7 سنين، كنت لسه في بداية الكلية، فكنت بفكر إزاي ممكن أضيف حاجة معايا. يعني أنا كنت تربية فنية بس أنا ما اتعلمتش التطريز، ففكرت أنا إزاي ممكن أتعلم التطريز وفي نفس الوقت أشتغل بيه وتكون موهبة وبرضه أدخل منه فلوس ليا. فبدأت من 7 سنين بطارة صغيرة كده كنت بتعلم فيها، فعملت ديزاين كده بسيط وبدأت أنزله كهدية لواحدة صاحبتي يعني. فبدأوا الناس كومنتاتهم تعجبني ويشجعوني وبدأ يطلب مني شغل. فأنا كنت مستغربة إزاي اللي هو لسه ما اتعلمتش كتير أو لسه ما عنديش الخبرة، بس برضو اللي هو ما قلتش لأ خلاص مش هقبل شغل. بدأت أخد الشغل، بس في كل طارة جديدة أعملها كنت بزود حتة من عندي، أطور من نفسي بحيث إن أنا أشوف كل مرة التطور بتاعي وصل لفين. فبدأت من هنا برضو أشتغل مع مصانع تبع القاهرة، كانوا بيصمموا هم القطع البلوزات أو الدرسات ويجيبوها لي وأنا أعمل عليها التطريز. بدأ شغلي يسافر برا مصر، سافر أمريكا والسويد والسعودية وأكتر من مكان تاني. بدأ كمان يعني أوصله لكل المحافظات. بدأت بعد كده أتعلم حاجة جديدة وهي السترينج ارت، اللي هو طب هفضل تطريز بس؟ لا خلاص، أنا ممكن أتعلم حاجة جديدة ومحدش بيشتغلها في المنيا. بدأت أشتغل سترينج ارت بورتريهات، وبرضه شغلي سافر، في ناس وصلوا لها أمريكا والكويت. بدأت هنا في ارت استوديو أدرس الطلاب، فبتبسط في كل مرة بشوف الطلاب دي بتعرض شغلها وبشوف شغلها على السوشيال ميديا خارب الدنيا، وفي ناس كتير برضو شغلها مسافر برا. فبتبسط بالتطور ده، وان مش انا بس يعني، لا، في ناس كتير بتتنقل لها الخبرة دي وبيبدأوا مش هم يتعلموها وخلاص، لا، بيبدأوا يشتغلوا بيها. واي حد بيفكر يبدأ بالتطريز فدي خطوة حلوة لكل واحد، او جروب على الفيسبوك، ويبدأ شغله ينتشر. بيجيلي حاجات كتير، يعني لبس مثلا تكون تقليدية جدا وبنغيرها بشكل التطريز، سواء تطريز طبعا بالخرز أو بالخيط. فالناس دايما بتنجذب لشغل كل واحد، فبيبدأوا إن هم عايزين يتعلموا. اللي حابب يبدأ يتشجع كده ويبدأ من دلوقتي.